اهلا بيكم، عاملين ايه؟ النهارده جايلكم فيديو جديد وهنعمل مع بعض الكشري بطريقه سهله وبسيطه وطعم كمان هيبقى حلو جدا. قطعت البصل جوانح او شرايح على يعني الطريقه اللي تعجبك قوليها. رشيت عليه ملح، وملح مش كتير، يعني حوالي نص معلقه صغيره كده، ومعلقه نشا ومعلقتين من الدقيق علشان خاطر البصل يبقى مقرمش معاكي ويديكي لون حلو كمان. خلاص هدعكه كده بالدقيق وبالنشا، وبعد كده هجيب حلة فيها زيت، يكون زيت كتير، يعني حوالي ايه، هنقول كوباية الا ربع كده من الزيت، لان انا مش هحتاج زيت تاني، هو ده بس الزيت اللي انا هحمر فيه البصل، هو ده اللي انا هعمل بيه بقية الكشري. هنزل بقى ايه هنزل الزيت الاول وبعد كده البصل، علشان يبقى البصل مقرمش معايا، الزيت لازم يكون سخن. هقلب بقى في الزيت كده لحد لما ياخد لون محمر، يعني مش فاتح قوي ولا غامق قوي، لان مع السخونية هيغمق شوية. البصل بتاع الكشري بيبقى غامق يا جماعة، مش فاتح. خلاص كده هجيب ورقة بقى او مناديل، بس تكون ورق ابيض بتاع كراسة مش مكتوب فيها، وهطلع عليها البصل وهسيبه يتصفى كويس جدا، ودوت الزيت بعد لما حمرت فيه البصل. هجيب بقى ايه حلة تانية، الحلة ديت اللي انا هعمل فيها الصلصة، قطعت فيها بصلاية متوسطة، وهبدأ اصفي الزيت على البصلاية. بصوا، هو انا عمالة ايه الحلة سخنة وتقيلة على ايدي لان شايلة بايد واحدة، فعمالة الف حوالين نفسي، فخلاص الحمد لله تمت المهمة بنجاح. وصفيت شوية من الزيت، يعني قسمت الزيت ما بين البصلاية اللي هي بتاعت الصلصة بتاعت الكشري والزيت دوت، خلاص بقى هو ده بقى ايه، صفيت الباقي بتاعه. ده اللي هعمل فيه الرز بتاع الكشري، الرز بقى والعدس والشعرية. هنزل اول حاجة بكوباية من الشعرية، وهبدأ احمر فيها الزيت. خلي بالك ان الشعرية بتتحمر بسرعة قوي، فانا معايا على العين التانية حلة فيها ال- البصل، وهنزل عليها بتوم، معلقة من التوم كبيرة، وهوطي بقى النار على الشعرية عشان متحرقش معايا، يبقى ايد هنا وايد هنا واخلص بسرعة. على فكرة الكشري ما بياخدش ساعة بالظبط على النار، ساعة بالظبط تكوني مخلصة، مش اكتر من كده. عندك البوتاجاز ولا كذا عين، هيخلص معاكي بسرعة. خلاص يبقى انا حمرت البصلاية ونزلت عليها بمعلقة من التوم، وهنزل عليها بحوالي ربع كوباية من الخل. هاسيبهم بقى ايه يشكشكوا مع بعض كده، البصل والثوم مع الخل، وبعد كده هنزل عليهم بالطماطم. معايا الناحية التانية اهوت، انا عشان وطيت بقى على الشعرية، فما خدتش معايا لون قوي. انا طبعا هنا كان عندي شوية من العدس، مش ربع كيلو، اقل من الربع كيلو، يعني حوالي 8 كيلو من العدس. طبعا انا عاملة الكشري هو يوم واحد، يعني انا مش عايزاه يبات معايا لتاني يوم. هشوح بقى العدس مع الشعرية كده في الزيت، وهنزل عليهم بمعلقة صغيرة ممسوحة من الفلفل الأسود، ومعلقة كبيرة صغيرة هرمية من الكمون. الكشري بيحب الكمون جدا، يعني اتوصي بالكمون شوية، وشوية من الملح ومش كتير لأنها هدوق، ولو حبيت أزود هزود. هنزل بقى بكوبايتين من الرز. خلاص مش هكتر رز قوي، لان برضو مش عايزاه يقعد معايا. طبعا نفس الطريقه، لو انت عايزه تزودي الكميه هتعملي بنفس الطريقه، ممكن ربع كيلو عدس على نص كيلو من الرز على كوبايه كبيره قوي من الشعريه، هيديك كميه حلوه. بنفس الطريقه زودي الكميه اللي انت عايزاها. هبدا بقى ايه اقلب الرز مع العدس مع الشعريه كده لحد ما انشف الميه اللي فيهم. هنزل بقى بكمية المية، الكمية العادية بتاعة الرز بتاعك، ما تكتريش مية وما تقلليش، علشان خلي بالك ان العدس معانا منقوع حوالي ساعة، لازم تنقعي العدس علشان ما ياخدش سوا معاكي ويستوي بسرعة. معايا خلاص بقى هنا الصلصة بعد ما غليت، هنزل بمعلقة من السكر علشان الصلصة ما تعملش حموضة، ومعايا معلقة من الكمون، معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من الكزبرة، وهحط كمان مكعب من المرقة لان انا مش حاطة بهارات، فهستكفي بمكعب المرقة. مكعب المرقة برضو بيودي في حتة تانية خالص، حلو جدا، بيدي طعم حلو.
وكمان حطيت حلة فيها مية تغلي علشان خاطر احط المكرونة، اسلق المكرونة. خلاص كده انا يعتبر قربت اخلص الكشري بتاعي. ده نص كيلو من المكرونة، ربع من الاسباجيتي وربع من المقصوصة. عايزة برضو تزودي براحتك، بس هو بيعتمد على المكرونة الاسباجيتي والمكرونة المقصوصة. هي دي المكرونة بتاعت الكشري. هسيبها بقى تغلي، وحطيت في المية ملح. هنا خلاص الرز بتاعي اتشرب، شرب المية بتاعته كلها. هنقله بقى على عين الصغيرة واوطي خالص واسيبه بقى ايه يستوي على البخار. هنا المكرونة بتغلي وادي الصلصة بتغلي. هعمل بقى الدقة بتاعة الكشري. معايا كوباية صغيرة من المية السخنة، مية سخنة مش مية مغلية. خلاص، وهنزل بكوباية من الخل. لو الخل بتاعك مركز قوي يبقى كوباية الا ربع اللي هي الصغيرة دي، ما يبقاش مزز. وهحط معلقة من التوم. انا ما بحطش الدقة بتاعتي على النار، انا بعملها كده بالطريقة دي بتطلع حلوة جدا. هحط بقى معلقة من الكمون، معلقة صغيرة ممسوحة على حسب الكمية بتاعتك. لو عندك كمية اكتر من كده زودي بقى ايه الكمون. هحط بقى ملح، وكمان هحط كزبرة. يبقى الدقة بتاعتي عبارة عن مية سخنة، وكوباية من المية السخنة، كوباية من الخل، معلقة من التوم كبيرة، معلقة من الخل من الكزبرة صغيرة، ومعلقة من الكمون. وهجيب ليمونة وهعصرها. دي عصرت الليمون بتاعتي عشان ايه ما توقعش معايا بالزر. خلاص، وكده بقى هبدأ ادوق الدقة بتاعتي، ولو عايزة ملح هزود ملح. خلاص كده بعد ما الكشري بتاعي استوى، غرفت بقى ايه شوية من الرز تحت. كده بقى ايه خلاص هبدأ اقدم الكشري بتاعي. شوية من الرز تحت، وعليهم برضو نفس الكمية من المكرونة. واللي حابب بقى تزودي مكرونة، اللي حابب تزودي رز، شوفي بقى ايه على حسب بقى الطلب اللي عندك. خلاص كده بقى وزعت البصل. انا بحب البصل كتير جدا، الطبق ده انا اللي هاكل منه اصلا. حطيت بقى بصل كتير، وهحط بقى ايه شوية من الصلصة، وهضيف سلطانية من الصلصة كمان مع الدقة. والشطة انا حاطة الشطة بره، مش عاملة شطة، يعني اللي حابب يحط شطة حمرا. كده خلاص. الكشري بتاعي بقى جاهز للتقديم اهوت. طعمه حلو جدا، سهل وبسيط. جربوه هيعجبكم، ومع السلامة، واشوفكم في فيديو جديد.